دكتور، انا معايا ابني عنده 10 سنين، كان عايش عند الدكاتره. دلوقتي انا معايا نونو جديد، انا عايزه اعرف بقى هرتاح امتى من الدكاتره. بصي، مبدئيا كده اول 4 شهور بيبقى مغص بقى وانتفاخات وتقلصات واريافه وحاجات زي كده، فهيبقى معاكي مغص اول 4 شهور، فيعني ايه نتحملهم شويه. بعد كده من 4 شهور لغايه سن سنتين، انت بقى دي الفتره بتاعت التسنين، فهتلاقي بقى ايه سخونه واريافه وضعف مناعه ويلقط نزلات كتير وحاجات زي كده. إيه فيعني استحمليهم كده لغايه سن سنتين. بعد سن سنتين بقى، من سنتين لغايه سن 5 سنين، احنا بقى ايه في الفتره اللي هي بتاعت التسنين دي، اللي احنا كنا المناعه ضعيفه والسخونه بتحصل بسبب التسنين والحاجات دي، فكنا احنا بقى ايه كل شويه والتانيه ندي مضاد حيوي، فالمضاد الحيوي ضعف المناعه. فمن سن سنتين لغاية سن 5 سنين احنا طالعين من مناعة ضعيفة، فهيتعب كتير بقى الفترة دي. من سن 5 سنين بقى فيما فوق احنا بقى بدأنا ندخل مدارس، فبقى حضانة ومدارس، والطفل في الفصل فيه 40 واحد تعبان وبيكح في وشه وبيلقط عدوى بقى كتير وكده، فهيتعب معاكي كتير. فمن الآخر كده مش هترتاحي.